السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب، عاملين ايه؟ معكم ايمان طه من قناة اطبخها بسهولة. النهاردة هعمل معاكم طريقة عمل المكرونة بالصلصة بطريقة جديدة جدا لعمل الصلصة غير الطريقة التقليدية اللي احنا متعودين عليها. هعرفك ازاي المكرونة تبقى مفلفلة زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. ما شاء الله الطبق بيتكلم عن نفسه، مش محتاج ان انا اتكلم كتير. جربي انت بس الطريقة وقولي لي رأيك في التعليقات. لو عجبتك طريقة المكرونة اكتبي لي في التعليقات. لو عندك اي وصفة عايزة تعمليها برضو قولي لي في التعليقات وانا هعملها معاكم ان شاء الله. ما تنسوش تصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا نص كيلو من الطماطم، انا بقطعه قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين. عليه نص كوباية من المية، عليهم بصلة بقطعها جوليان زي ما انتوا شايفين، فصين من الثوم ومكعب من مرقة الدجاج. بجيب حلة واحط فيها الطماطم وعليها البصلة وعليها فصين من الثوم ومكعب مرقة الدجاج والمية، وارفع كل المكونات دي على النار تغلي معانا وتتسبك حلو جدا لحد المية ما تنشف منها تماما. بسيبها تبرد، وبعد ما تبرد بعمل ايه؟ بروح اضربها في الخلاط بعد ما تبرد تماما. بحط شويه ميه صغيرين واضربها في الخلاط، عليهم معلقه من السكر زي ما انتوا شايفين كده. نسيت اقول لكم على معلقه السكر. برفعها بعد كده بصفيها من البذر تماما. هنجيب حله على النار تمام، ونحط فيها 4 معالق كبار من الزيت. انا بفضل المكرونه بالزيت عن السمنه، وبحط عليها معلقه واحده بس من السمنه البلدي او السمنه النباتي زي ما انتوا تحبوا، بس يفضل المكرونه تتعمل بالزيت مش بالسمنه. دي التوابل عباره عن معلقه صغيره من كل حاجه: البابريكا، توم باودر، بصل باودر، فلفل، كمون، معلقه صغيره من السبع بهارات. التوابل دي كلها انا بحطها في الاخر خالص قبل ما اطفي على الصلصة. انا حطيت بصل على النار مع 4 معالق من الزيت وعليهم معلقة واحدة من الزبدة لحد ما لونها يتغير، وبسيبها لحد ما تتشوح. بعد كده بحط عليها الفلفل وبعد كده اللحمة. دي الصلصة بعد زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الصلصة لونها عامل ازاي. دي بعد ما اتسلقت وضربتها في الخلاط وصفيتها من البذر. المكرونه بالصلصه ما تحطيش الطماطم بالبذر او القشر اللي فيها، بيكونش شكلها مش لطيف، وتاني حاجه طعمها ما بيكونش حلو. زي ما انتوا شايفين والله الصلصه خرافه. دي حته لحمه، حته بانيه فرماها، عندك حته بانيه في الفريزر، عندك حته لحمه، عندك حته فراخ بايته تقطعيها برضو وتحطيها، بتفرق جدا في الطعم. لو ما عندكيش خلاص عادي. دي ازاي بقى انا اخلي المكرونه مفلفله معانا كده زي ما انتوا شايفين؟ انا بغلي ميه، احط فيها ميه زيت واحط فيها ملح واحط وانزل فيها كيس المكرونه يدوب دقيقتين او 3، تاخد نص سلقه بس، ما تسلقش السلقه كامله، لا بتاخد نص سلقه بس. وبعد كده بطفي عنها واصفيها من الميه واحط لها 3 معالق او معلقتين من الزيت واسيبها على جنب لحد ايه الصلصه ما تتسبك معانا. بتكون اولا بتفضل مفلفله زي ما هي، تاني حاجه ما بتعجنش ما بتلزقش في بعضيها، بيكون طعمها تحفه. بتفضل كل مكرونايه على حده زي ما انتوا شايفين كده، كل مكرونايه لوحديها مش لازقه في التانية ولا معجنه ولا مكتله. اي نوع مكرونه هتجيبي وتعمليه بالطريقه دي عمرها ما هتعجن منك ابدا. هنا في طريقتين للتقديم. بعد ما سبكت المكرونه، بعد ما سبكت الصلصه اتسبكت معانا، بحط فيها اول طريقه اللي انا بحبها وفضلها ان انا احط ايه المكرونه على الصلصه واقدمها. في ناس ما بتحبش ان الصلصه تبقى على المكرونه وتفضل ان المكرونه لوحدها والصلصه لوحدها، ما فيش مانع. الطريقه اللي انت بتحبي تقدمي بيها المكرونه قدمي بيها زي ما انتوا تحبوا. دي طريقه زي ما انتوا شايفين الطبق شكله تحفه، والمكرونه كمان طعمها خرافه ما شاء الله، طعمها حلو جدا.
انا بعد الصلصة ما بتتسبك، بعد ما بحط الصلصة الطماطم على البصلة والحتة البانيه او اللحمة مفرومة على حسب اللي عندك، برجع احط نص كوباية صغيرة من المية واسيبها لحد ما تغلي وتشرب كمية المية اللي فيها، وبعد كده بطفي عنها واحط المكرونة، او ممكن كمان احط المكرونة زي ما انتوا شايفين، دي الطريقة التانية للتقديم، واحط من على الوش كده صلصة. ده بقى دي عبارة عن 3 قطع من البانيه انا قطعتهم، طلعوا معايا 6 حتت زي ما انتوا شايفين كده. دي طريقة موجودة عندي على القناة للبانيه لو انت عايزة تعرفيها. بطريقة والله كريسبي فعلا، مقرمشة من بره جدا وطرية من جوه. طعم البانيه ولا ريحة البانيه بتجيب اخر الشارع ما شاء الله، طعم وريحة رهيبة. المكرونة بالصلصة الاولاد بيحبوها جدا، انا عندي ولادي بيحبوا المكرونة بالصلصة. لو انتوا وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسيش تصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة واتم السلام. عليك افضل الصلاة واتم السلام يا حبيبي يا رسول الله. ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد، وشير كتير جدا للفيديو علشان اللي ما يعرفش الطريقة الجديدة دي لعمل الصلصة يعرفها، غير الطريقة التقليدية اللي احنا نعرفها. وياريت ترفعوا الفيديو على قد ما تقدروا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.